في التقرير الخاص ما حجم الترسانة الكيميائية السورية وكيف استخدمها النظام خلال الثورة. تقرير نخل عظيمي. طورت سوريا بحسب معهد الأبحاث الاستراتيجية في باريس ترسانتها الكيميائية اعتبارا من سبعينيات القرن الماضي، على اعتبار أن السلاح الكيميائي يمثل بنظر دمشق قوة ردع موازية للبرنامج النووي الإسرائيلي. وفي المعلومات أن النظام السوري نجح في دمج مكونات الفوسفور والكربون ليصبح من أشد الأسلحة الكيميائية تسميما، إذ يمكن لكمية قليلة جدا أن تتسبب بوفاة محتمة خلال دقائق. كما إنه يمتلك 1200 طن من السلاح الكيميائي، منها 700 طن من غاز السرين و200 طن من غاز الخردل، وهناك رؤوس كيميائية يمكن أن تركب على صواريخ يمتلكها النظام السوري. ولدى النظام أيضا آلاف القنابل الكيميائية المحملة بالسرين، والتي تقصف بها طائرات من طراز سخوي 22 وسخوي 24 وميغ 23. هذه الأسلحة الكيميائية المخزنة في مستودعات خاصة بعضها محفور في الجبال، يقدر وجودها في 3 مناطق. الأولى في مدينة حمص بين قريتي الفرقلوس والصايد بالقرب من الفرقة 18، والثانية في تل قرطل بمدينة حماه، والثالثة في ريف دمشق بين مطار السين العسكري ومنطقة الضمير. وترجع بداية اختراق الخطوط الحمراء إلى كانون الأول 2012، حيث سجل استخدام الأسلحة الكيميائية على مناطق سكنية في حمص، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى وعشرات المصابين. بعدها جاء دور حلب عام 2013، حيث سقط 5 قتلى إثر غازات جوية بأسلحة كيميائية. وفي سراقب قتل 10 أشخاص في آذار 2013 إثر غارات ألقيت خلالها أكياس تحمل غبارا ساما. أما في خان العسل في 19 آذار 2013 فقد أدى استخدام الأسلحة الكيميائية إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 250، وتبادل النظام والمعارضة المسؤولية. كما قتل في العتيبة 5 أشخاص وأصيب 80. وتعرضت مناطق أخرى للكيميائي مثل عدرا وحرستا وزملكا وعين ترمى ودريا. وتبقى المجزرة الكبرى في الغوطة وحصيلتها أكثر من 1300 قتيل، وعلى ما يبدو لن تكون الأخيرة. فهل دخلنا في سوريا حربا من نوع آخر؟